صلى الله عليه وسلم مع خطبة الجوع، ألا وهي محاسبة النفس ما قدمت لدينها ودنياها ولوطنها. يجب على الإنسان أحباب النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة أو لحظة، في كل ثانية، في كل دقيقة يقف مع نفسه ليحاسبها على كل شيء. لبني واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتحاسب نفسك، الله لم يأخذك على حين غرة ولا على حين غفلة، بل حذرك. والمسكين ولا فقر ولا عبد ولا عبد، كنت أنت في معية رسل الله ومعية الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم اشفه وعافه، اللهم إنا نسألك له الشفاء من كل داء، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. تلك القرية المحببة إلى قلبي العزيزة على نفسي. لمن؟ لأن الله حماها بأمور عديدة. من تلك الأمور أذكر ثلاث. الأمر الأول: أحبها لأن الله أحبها عندما أحل بها رجال ذكرهم ربنا في كتاب قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنهم ورضي عنهم ألا وهم أكثر أبديات العرب صحابي رسول الله عمرو بن العاص. والمسجد العندي شاهد على وجود الصحابة ووجودهم تلك القرية. ولما لا؟ وبقرية نوح صحابيان جليلان، الأمير الكرام والأميرة خولة، وهما من أسلما يوم الفتح وجاهدا في سبيل الله، وأتيا إلى مصر لكي تحصى ويحصى بهم صاعد مصر. فأنتم عاشرتم وعايشتم أولياء الله، وربنا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحديث بافتتاحه وتعبيره وزير حكام حدود الزكاة الكويتي يتعاون معنا ب 19 مليون و300,000. هذا المسجد لو اتبنى حسب المقايسة اللي عملها بيت الزكاة الكويتي هيبقى طلعت الثقافة الدينية في مصر. مساحته كبيرة ودورين وواسع في قلب قريتهم، في قلب قريتهم، وهي منطقة كبيرة. أولاً أشكر أهالي قرية يوم لبنائهم لهذا ومساهمتهم في هذا الصف، وأشكرهم جميعاً لدعوتي في هذه الحضور في هذا الحفل الكريم. فأنا شكر لهم، كما أشكر كل إخواننا القائمين على هذا المسجد، وأخص بالشكر السيد السعودي، الشيخ السعودي ربنا يشفيه إن شاء الله. عم الشيخ سعد محمد السعودي اللي بنى هذا المسجد، وأشكركم جميعا. معكم ابنكم محمد عفت، طالب بكلية الشريعة والقانون من عمار مسجد الفراء العتيق. هذا المسجد الذي ظللنا أعوام كثيرة ننتظر افتتاحه وتجديده، وقد تبرع بتجديده فضيلة الشيخ السعودي محمد سعد بن محمد القويزاني، وقد ساهم أيضا كثير من شباب البلدة وكثير من شباب عائلة الأمارة في بناء هذا المسجد الذي هو يعتبر أفضل صرح إسلامي في مركز نجا حمادي كاملا. هذا المسجد الذي بني على مساحة 550 متر
دور ثاني به مصلى سيدات وبه مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وقد أسس على أعلى مستوى، وقد ساهم كثير من الناس في بناء هذا المسجد، وقد ظل بناء المسجد وتعميره مدة عام كامل. وقد أنعم الله علينا اليوم بأول صلاة في المسجد وهي صلاة الجمعة، تم افتتاح المسجد، وقد تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني قرآن الجمعة، واستمعنا إلى مدير إدارة أوقاف نجا حمادي خطبة الجمعة، وقد تحدث كثير من النواب وكثير من القيادات التنفيذية بالمحافظة. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة نعمة دائمة، وأن يعمر جميع بيوت المسلمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الله يكرمك يا أسامة. عامر أحمد محمد رضوان. كلمنا عن المسجد الفراء وإزاي تم بناؤه وكم المدة اللي تم فيها البناء بتاعه. والله هو المدة اللي تم بناؤه فيها خلال سنة يعني بالضبط، والحمد لله ربنا يبارك في الشيخ عبد العزيز الشبنات والشيخ سعد بن محمد الجويزاني شفاه الله وعافاه، هو اللي تكفل بكل حاجة فيه. وزي ما انتم شايفين المأذنة بتاعت المسجد تبارك الرحمن، وبيجي صرح عظيم لكل البلد من كتاب ومصلى سيدات ومصلى تحت على مساحة 400 متر، وهو الجامع مساحته 520 متر. والحمد لله توفيق من ربنا، توفيق من الناس وأهل المنطقة، وحاجة يعني بسم الله ما شاء الله. ربنا يجازي كل من ساهم في المسجد، والحمد لله رب العالمين. في ميزان حسناتكم إن شاء الله. في ميزان حسنات يعني هو إن شاء الله. اللي تبرع بجزء من بناء المسجد الشيخ سعودي. الشيخ سعودي، الشيخ سعد بن محمد الجويزاني شفاه الله وعافاه. هو اللي قام بتكفيله، وبعدين برضو أهل المنطقة يعني الحمد لله جهود ذاتية من الأهالي، وكل من ساهم الحمد لله. كان في يعني تكلفة المسجد كبيرة جدا في الوضع الحالي الحمد لله. يعني هو تم إعادة بناؤه. تم إعادة بناؤه. هو كان المسجد المسجد كان قديم مبني من زمان. لا مبني من قدام لحوالي فترة من زمان. أيوة. وتهد المسجد وتبنى من جديد، والحمد لله يعني على طراز بسم الله ما شاء الله، طراز جميل إسلامي حلو الحمد يعني. لله. وعاشت مصر حرة كريمة بشعبها